السلام عليكم الغزالات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير ان شاء الله يا رب العالمين. اليوم ان شاء الله غادي نديروا واحد المقبله اللي تتجي على طيبه الرجله ولا الخبيزه، وغنديرها على الطريقه المغربيه. هذا الكرنب الاخضر. وبالنسبه لهذا الكرنب الاخضر راه كاينين اشكال وانواع كثيره جدا. غادي تدخلوا لعمل جوجل وغادي ديروا الكرنب الاخضر وغادي تخرج لكم يعني مجموعه من الصور ديال هذاك ديال الكرنب الاخضر ولا الملفوف الاخضر. اوكي، انا غنديرها على طيبه مغربيه. سبق لي وكنت وضعت واحد الطريقه اخرى ولكن كان بهادي اللي تتكون في القرعه. بلاتي نوريكم مزيان. هادي تتجي حتى هي رائعه جدا. هادي تتلقاوها في جميع المحلات التجاريه لا الكبيره ولا الصغيره. اما بالنسبه لهذا انا الصراحه تلقاها في كوفلاند. الناس اللي كاينين في المانيا تلقاها كوفلاند. في بلايص اخرين صراحه ما عمرنيش شفتهم. تتجي زوينه بزاف. المهم ملي تدخلوا لعمي جوجل غادي تلقاو حتى المنافع ديال هاد الملفوف او الكرنب الاخضر وحتى الاضرار الا كثرتوا منها. المهم غسلتها مزيان ودابا باش نوفر الوقت غادي ما نقردهاش بيديا، غادي نديرها في الهاشوار باش نسهل عليا يعني العمليه، وغادي نطيبها في الكوكوت. تجي زوينه وتطيب دغيا دغيا. اللي ما عندوش الهاشوار يقردها، الطريقه عاديه جدا. اللي كسول بحالي يستعمل هاد الماكينه ولا هاد الهاشوار. شتو البنات ملي تطحنوها في الهاشوار هكاك تتكون وتجي سهله وعمليه الصراحه وما تضيعوش الوقت. هانتوما كما تتشوفوا ما تقطعوهاش بحال القزبر والمعدنوس، تخليوها شي شويه غليظه. المهم حطيتها في الكوكوت وغادي نوريكم البقيه ديال المقادير ان شاء الله. بغيت نقول لكم بالنسبه شحال الغرام 650 غرام ديال هذا الكرنب الاخضر، ولكن راه ما يبقاش هكا، راه تقلص الحجم ديالو. عندي زيت الزيتون وعسل الحامض، ممكن ديروا المصير، لكم كامل الاختيار. عندنا الكمون، الفلفل الاحمر الحلو، ممكن تستعملوا الحار، الملح، الثومه والربيع. بالنسبه للثومه انا صراحه كنستعمل الثومه بزاف وتتعجبني في هذه الوصفه. تلقوا يديكم شويه في الثومه تجي رائعه جدا. بالنسبه للربيع انا درت شويه ديال القزبر وكثرت المعدنوس، ممكن تكتفيو فقط بالمعدنوس. واخيرا الماء، انا درت نصف كاس. ما تكثروش من الماء لانه راه تيطلق الماء ديالو. المهم غادي نخلط جميع المسائل وغادي نحطها فوق البوطه، ومني تصفر غادي تخليوها 20 دقيقه. ملي تصفر تخليوها 20 دقيقه وتطلعوا عليها وتذوقوا يعني واش خصها الملحه واش خصها. المهم نتوما تعرفوا. ولا شفتوا فيها مازال مرق خليوها، عيدوا عليها الغطاء وخلوها تطبخ تتوكل. انتم حبيباتي شوفوا كيفاش تقلص الحجم ديالو وطاب مزيان. وانتم غادي تذوقوا وغادي تشوفوا واش ناقص الملحه، ناقص الكمون، ناقص التحميره. المهم انتم تذوقوا المذاق صافي وها هي طابت. كما تشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المقبله ديالتنا. تجي رائعه 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 جدا. جربوها ودعيو ليا صراحه تجي بحال المذاق ديال الرجله ديال الخبيزه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، يكون خفيف طريف على قلوبكم، ونتلاقاو في الفيديو تاني باذن الله تعالى. بسلامه.